سد خنقرو. خنق قرو. ام جنان سميه ديال شي سد في المغرب. سد خنق كرو. خنق كرو. انا اسف هو اسمه كده خنق كرو. هذه مقصودة. شتي هذا اللي دار السمية ديال هاد السد اللي سما هاد السد راه خاصو يترفع له القبعة. اسمح لي ارفع لك القبعة. عرفتي شنو انك تخنق ليهم هاديك سد خنق كرو اللي غادي يخنق به المغرب الجزائر باش غيخنق ليا الجزائر مزيان. حنا غنخلقوا الجزائر ان شاء الله. هذا هو خنق يقولوها على هذه المغربيه غادي يسدوا عليك الماء والضوء. راهو قريب يكمل هذا السد اللي هو انجاز عظيم. عظمه هذا الانجاز تكمن في خنق الجزائر. يعني اليوم غنخنقوهم، اخنق ليا بنادم. غنحبسو ما غتبقى دوز ليهم هما في الجهه ديالهم هما حتى شي نقطه تما. القطره ما غتبقاش دوز. اي قطره كطيح عندنا تبقى عندنا. يعني منطقه بشار وشتيندوف والمناطق الصحراويه كانت تتغذى من الامطار التي تسقط في المغرب وتنزل للصحراء. الماء اللي كيطيح اولا الشتا اللي كطيح عندنا في المغرب كدوز مباشره فين؟ لهان عند هذوك الناس. هذا غيولي يستقبل ولا يحبس لك الماء اللي كطيح عندنا في المغرب وكتمشي للعالم الاخر. حنا صراحه ما كرهناش انهم يبنيو لنا عاوتاني واحد السد اخر سميتو زمط مو. هاي المشاريع ستبون هاو المشروع اللي الإعلام المغربي والنشطاء المغاربة لا يتكلمون عليه. ما هضرناش عليه وما غنهضروش عليه بزاف، ونهار غيكمل وكتبان النتيجة عاد غنهضروا عليه. وما كانوش يتكلموا عليه ودايرين هيلولة وعرس وزغاريت حتى يكاد يكتمل. وحنا لا قلنا كنطبقوا ماشي بحالكم الشفاوي. من بعد كيجيك واحد بخروني يتكلم لي على غارج بيلات ويتكلم لي على المشروع العملاق. أكبر مشروع في الجزائر مشروع القرض وهو غارج بلاد. مشروع تاريخي وانتصار تاريخي للشعب الجزائري. يا الشعب البخل يا الشعب الداب الزايله. هذا البروجي هذا اللي خسروا فيه الملايير الدولارات وسوقوا ليه هو مشروع فاشل. علاش؟ غير باش يرجعوا راس المال برك، باش يرجعوا المصاريف يلزم لهم 50 سنه باش ترونطابيليزيها. تحتاج 50 سنه ولا بادير 60. هاتوا لي الكلب ده هون على مكتبي. ونزيدكم واحد المساله، هذاك المنجم ديال غارج بلاد ما غيخدمش. وشنا الفضيحه الكامله الاركان في الجزائر لما ينزل تراب وهزوه بجي سي بي. جايبين قطار ديال نقل الحبوب، هذا يسموه قطار القمح والشعير، ما تمسخروش بينا. هذا قطار القمح اللي راه وصل ومعمرينه بالتراب. هذا مش حديد، هذا تراب. هذا مخلط بالخرا تاع الجزائريين اللي بعرا. يا رموه وين؟ شوفوا وين رموه. اما شتي منجم تاع حديد يعني لونه قهوي. كلشي عندكم قهوي. بغيت نفهم علاش كلشي عندكم قهوي. علاه انتم دوله كامله قهوي، شعب قهوي، الدنيا قهوي يا ربك. تلبسوا القهوي، الجو عندكم قهوي، السحاب قهوي، الاكسجين قهوي، العباد قهوي، حتى الحديد رجع قهوي. يعني هذا المشروع داروها غير بروباغندا زعما ضد في المغرب. تذكرة في المروك، هذه هي العبارة التي تلخص هذا المشروع المسمى مشروع استغلال منجم غارج بلاد. من مورا ما الجزائر خرقوا ديك الاتفاقيه ديال غارج بلاد، شنو دار النظام المغربي؟ لهذا المغرب قرر انه يدير هذا السد ديال الخنق. كملوا من عندكم. اختار المغرب الرد بذكاء وهدوء عبر بناء سد خنق كرو. خنق سكر خرقوا راسكم براسكم. تقول لي شنو هي الفائده من هذا السد هذا اللي غيديروا المغرب مع الحدود ديال فيكي؟ هذيك القطره ديال الماء اللي كدوز من تما وكتمشي للعالم الاخر هما كيستافدوا منها، وبالخصوص في هذا المنجم هذا الجديد باش غيخدم بالامطار اللي كتجي من المغرب. وباش تستخرج هذا الحديد كميات هائله من المياه. هذا البروجي ديالو اذا ما كانش تما فهو مشروع نيات. وبالتالي تم افشال مشروع غرج بلاد 100%. كاين لا غرج بلاد كبرانات. حياتكم عذاب معنا. نتوما اللي بديتوا وحنا اللي غادي نكملوا. اللي قصدنا واللي عانوا فينا غنتزوجوا به. حياتي صحاب السد خنق داك الشيء.